إزاي إبليس كان فاكر إنه هيمنع التجسد؟ هو إبليس كان عارف خطة ربنا من الأول؟ وهو ممكن كان يوقف التجسد؟ خلينا متفقين إن الشيطان من أول لحظة في التاريخ وهو بيحاول يبوظ الوعد الإلهي اللي اتقال لآدم وحواء: نسل المرأة يسحق رأس الحية. إبليس ما كانش فاهم إمتى ولا مين ولا إزاي، فعمل 3 محاولات كبيرة. 1. محاولة تشويه نسل البشر. الشيطان حاول يدخل خطية العالم لدرجة إن البشرية تبقى فاسدة بالكامل علشان يضيع النسل اللي هيجي منه المسيح، وهو ده سبب الطوفان. الكتاب بيقول: امتلأت الأرض ظلما. إبليس كان فاكر إنه كده هيوقف النسل، لكن ربنا حفظ نوح ومنه كمل الوعد. 2. محاولة إبادة شعب إسرائيل. بعد كده الشيطان بقى مركز على نسل داود، فعمل على مر التاريخ مجازر، عبودية، سقوط ملوك، ضياع سبط، وحتى محاولة قتل كل الأطفال أيام فرعون قبل موسى. كل ده ليه؟ علشان يمنع نسل المرأة اللي هيجي منه المسيح. 3. لما قرب من التجسد إبليس اتوجه لضرب العذراء والقديسين. لما قرب زمن المسيح ظهر إن الشيطان بدأ يتلخبط، مش قادر يعرف مين بالظبط ولا فين ولا إزاي هيتجسد الله، فبدأ يحارب يوسف، زكريا، الإصابات، هيرودس، المجوس، علشان يعطل أي خطوة. وبعدين حصلت المفاجأة اللي خلت إبليس ينهار. ربنا اختار طريقة مستحيلة على عقل الشيطان يتوقعها، إن ربنا يتجسد بعمل الروح القدس بدون زواج، بدون علاقة بشرية. إبليس ما كانش يتوقع ده إطلاقا. ليه؟ لأن الشيطان يفهم قوة ويفهم حرب، لكن ما يفهمش تواضع الله. وده اللي قاله بولس: الذي لو عرفوه لما صلبوا رب المجد. يعني لو الشياطين كانوا فاهمين الخطة ما كانوش ساعدوا فيها. الخلاصة: إبليس حاول يمنع التجسد وفشل، حاول يمنع الخلاص وساعد فيه من غير ما يقصد، حاول يبطل النور فاتفضح بالظلمة نفسها. ربنا بيدخل من باب الشيطان مش شايفه ويفاجئه بنفسه. وده اللي حصل وقت التجسد، وده اللي لسه بيحصل في حياتنا كل يوم لو سبحنا وقدمنا حياتنا لربنا. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. كل سنة والكل طيب وبخير. مع السلامة، نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة.